أهلا بيكم في قناتنا وتلك كانت قصتي. لو عندكم أي مشكلة ومش لاقيين لها حل ابعتوها لنا على صفحتنا على فيسبوك أو تحت في صندوق التعليقات، وإن شاء الله نلاقي لها حل. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان قناتنا تكبر بيكم. ومعانا مشكلتنا النهاردة. فكرت كتير قبل ما ابعتلك مشكلتي لحد ما قررت إني أكتبلك علشان يمكن تقدري تساعديني، ويا ريت متابعينك كمان يقولوا لي رأيهم ونصايحهم. أنا سالي، عندي 35 سنة، من أسرة بسيطة. أبويا كان بيشتغل كذا شغلانة مع بعض علشان يوفر متطلبات المعيشة بالإضافة لوظيفته الحكومية البسيطة. وأمي ست بيت وعندي 4 إخوات وأنا الصغيرة. أبويا كان بيحرم نفسه من حاجات كتير جدا علشان يقدر يجيب لنا كل اللي نفسنا فيه. كان أب حنون بمعنى الكلمة، على الرغم من إن تعليمه بسيط إلا إنه كان صاحبنا قبل ما يكون أبونا. وكان بيحب أمي وكانوا سعداء متفاهمين. طول الأسبوع طبعا كان بيبقى مشغول، فيوم الجمعة كان عيد بالنسبة لنا. كان بيخرجنا وبنزور قرايبنا وبنلعب معاهم في أي حديقة عامة. وفجأة بدون أي مقدمات أبويا رحل عن الحياة. كان عمره وقتها 52 سنة وأمي 44. كلنا جالنا صدمة رهيبة، حتى أمي فضلت فترة طويلة تتعالج نفسيا. كلنا أصرينا إننا نشتغل علشان نساعد نفسنا في الحياة ونخفف الحمل على أمي الست البسيطة اللي ما تعرفش أي حاجة في الدنيا. وكلنا اتعلمنا تعليم جامعي. وبعد ما خلصت اتقدم لي صديق أخويا الكبير واتخطبنا. لكن بعد أسابيع بدأت أحس إني مش مرتاحة بسبب إخواته البنات. اتدخلوا في كل كبيرة وصغيرة من قبل الخطوبة كمان، لدرجة الكوافير والمصور. وعديتها وقلت عادي، فرحانين بأخوهم. لقيت بعد كده تدخلاتهم بتزيد، وبيجوا كل مرة مع أخوهم ويقعدوا يقولوا لي إيه لبسك ده، المفروض تحط ميك اب، المفروض تتكلمي بالطريقة الفلانية، المفروض تعملي كذا. بصراحة ما استحملتش، وعلشان أنا هادية ومش بتاع مشاكل فسخت خطوبتي في هدوء ورجعت له شبكته وهداياه. وبعد القصة دي بشهرين اتقدم لي شاب. قال لأهلي إنه شافني وأنا بجيب حاجات من السوبر ماركت اللي جنب البيت، وسأل عني الجيران، قالوا له علينا وشكروا في أخلاقي. وقال لأمي وإخواتي ظروفه وأكد لهم إنه ارتاح بالظبط زي ما قال وجه الملائكي، وإنه هيوفر لي حياة كريمة. وسألوني عن رأيي، قلت لهم مفيش حاجة تعيبه ظاهريا يعني. وطلب ان الخطوبة تكون كاتب كتاب علشان يقدر يزورنا من غير اي حرج لانه بيتكسف جدا، هو اللي قال كده. وجالنا يوم كاتب الكتاب مع عيلته كلها واصحابه حتى من غير علبة شوكولاتة. ومرضيش يكتب قايمة، واهلي قالوا لي مش مهم، المهم يكون شريكي. وجاب لي شبكة عبارة عن دبلة وخاتم فقط، وبرضه قلت عادي. وبعدها بشهرين رجع خدهم وقال لي اصلي مزنوق في تجهيز الشقة، وجبت مكانها دبلة صيني. ولما جه ميعاد الفرح ما دفعش غير 300 جنيه علشان الفستان والكوافير، وانا كملت الباقي من معايا من ورا اهلي عشان ما يسقطش من نظرهم. ويوم الفرح ما جابش للمعازيم حتى كوبايه ميه، وقال لي واحنا في الكوشه المفروض اهلك هم اللي يجيبوا جاتوه وبيبسي. وعديت الموقف. وبعد ما اتجوزته اكتشفت انه كذاب جدا. فجأة لقيت جوابات البنك معاه حوالي 5 مليون جنيه في ودايع في بنوك مختلفة، وبيتاجر بالإضافة لوظيفته طول النهار بره البيت. ولما قلت له أنا ليا حقوق تقعد معايا حتى تتكلم معايا، قال لي الست زيها زي الكرسي في البيت، تاكل وتشرب بس، دي كل حقوقك اللي عندي. خلفت طفلي الأول بعد سنة، وأيام الولادة محدش ساعدني غير أمي. لقيته بيقول لي مش كفاية سايبك تاكلي وانتي ما بتعمليش أي حاجة؟ حاولت اتأقلم على الوضع ده، وقلت يمكن مع الايام معاملته ليا تتحسن. خلفت ابني التاني، لكن اللي حصل هو العكس. زادت معاملته السيئة ليا لدرجة ان امه تعاطفت معايا وقالت لي هو وارث الاسلوب ده عن ابوه. امه كانت بتخاف منه جدا لانه كان سليط اللسان معاه. وخلال 15 سنة جواز ما جبتش اي هدوم جديدة، وبلبس لحد دلوقتي في الهدوم اللي جبتها من ايام الفرح. ولما بقوله نخرج او نتفسح او نفسح الولاد بيقول لي انه ما بيصدق ان الاجازة تيجي عشان يستريح من المصاريف شوية. ولو عايزين تتفسحوا ابقي خديهم وروحي لاهلك اسبوعين، او حتى توفروا الاكل وتوفروا الكهرباء. وفي كل خناقه بيقول لي مش كفايه قبلت اتجوزك كنت من عيله بسيطه وانا من عيله غنيه ومستوانا الاجتماعي مختلف. قلت له ده انت سقت عليا طوب الارض عشان اوافق عليك. وكل يوم خناقاتنا مستمره، وصلت لحد الطلاق، بس خاف اني اخد الشقه علشان ولادي في حضانتي. قال لي هننفصل بس في البيت، انا هعيش في اوضه مستقله وتخدميني وتشوفي طلباتي مقابل اني اصرف على البيت. وافقت، وكنت براقبه وبشوف تصرفاته الغريبه، وعرفت انه على علاقه بكذا واحده، وانه اتجوز واحده منهم عرفي. وجالي الضغط قبل ما اتم ال30. انا عارفه ان الحياه مش هتستمر كده، وانه هيطردني بعد ما حضانتي الولادين تخلص. وامي ست عدت ال70 وعايشه في شقه ايجار جديد ملهاش اي مورد رزق غير المعاش البسيط اللي بتاخده من والدي الله يرحمه، ومساعدات اخواتي ليها. واكيد مش هينفع ابقى عبء جديد عليهم، وبخاصه ان جوزي ميسور الحال وله تجارته الواسعه ووظيفته الكبيره. انا بفكر اني اشتغل علشان ما بقاش عالة على حد، واعرف اواجه الحياه حتى لو طردني يبقى معايا اللي يعيشني. ايه رايك؟ ويا ريت لو متابعيني كمان يردوا عليا ويعتبروني اختهم. لصاحبة المشكلة، ربنا يعينك على حياتك. خلينا نرجع بالأحداث شوية. هو في الأول أصر على كتب الكتاب بدون سابق معرفة علشان لو اكتشفتي أي حاجة يبقى صعب عليك الرجوع. يعني هو شغال بنظام الأمر الواقع، وده اللي هو نجح فيه فعلا.
كل ما يعمل موقف ما تقدريش تتراجعي، وهو كان مخطط كويس لكده. الدنيا غرت جوزك بعلاقاته الغير سوية والمحرمة. بصراحة أنا وقفت كتير قدام قصتك. نهايتها المحتومة هي الطلاق اللي جوزك قاعد يأجله علشان بس يلاقي حد يخدمه ببلاش ويخدم الولاد، والإصلاح بقى غير مجدي ومفيش فيه أمل. هو طبعا الهداية يعني من عند ربنا، لكن ظاهريا تغيير الأمر الواقع بقى صعب. بصي، انت خليكي على ذمته لحد ما الحضانة تنتهي، لعل الله يعني يحدث بعد ذلك أمرا. لكن ضروري جدا جدا تشتغلي فورا أي وظيفة، بالإضافة لأي مشروع صغير، أي مشروع حتى لو حاجة هاند ميد. وطبعا لو انت دورتي على النت هتلاقي أفكار كتير جدا. واعملي لنفسك كيان وكارير عشان ما تحتاجيش لحد، فحتى لو نفذ تهديده تبقي قادرة على إعالة نفسك. وكده كده ولادك هيرجعوا لك حتى لو هو خدهم. ورسالتي ليكي: لا يحزن من عنده رب يقدر ويغفر ويستر ويرزق ويرى ويسمع وبيده مقاليد الأمور. استعيني بالله وابدأي، وبتمنى لك حياة سعيدة.